بالفيديو السد يقدم وافده الجديد ليوسف عطال. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. هيا بنا لنتعرف على خبر اليوم. انضم المدافع يوسف عطال إلى نادي السد القطري في صفقة انتقال حر لمدة عامين ليتخلص من شبح البطالة الكروية الذي كان يلاحقه بعد نهاية مشواره مع أضنا ديميرزبور. وقدم نادي السد القطري اليوم السبت لاعبه الجديد عطال عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس. وظهر نجم منتخب الجزائر في جلسة تصوير بمقر النادي يرتدي فيها قميص كتيبة عيال الذيب، ويلتقط بعض الصور حيث اختار ارتداء القميص ذو الرقم 77. وستكون تجربة عطال مع نادي السد القطري الأولى له خارج حدود الدوريات الأوروبية التي لعب فيها الظهير الأيمن بعد مغادرته الدوري الجزائري لكرة القدم. وبعد قرار مغادرته نادي بارادو الجزائري سنة 2017، ترك يوسف عطال أبواب الاحتراف في ملاعب القارة العجوز من خلال تجربته في نادي كورتري البلجيكي. وبعد عامين ارتدى فيها قميص الفريق البلجيكي، انتقل عطال إلى نادي نيس الفرنسي عقب تألقه اللافت في الملاعب البلجيكية. وقضى محارب الصحراء 5 مواسم رفقة نادي نيس الفرنسي قبل انتهاء قصته بشكل غير متوقع بدخوله في أزمة حادة مع إدارة الفريق عجلت برحيله إلى الدوري التركي. ولعب يوسف عطال نصف الموسم الماضي مع نادي أضنا ديميرزبور التركي قبل أن يفضل خوض تجربة جديدة هي الأولى من نوعها في الدوريات الخليجية. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات بشأن ما أقيل في الخبر. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.